السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا، يا رب يكون جميعا كلكم بخير وبصحة وبسلامة. النهاردة راجعة بفكرة فيديو جديدة جدا محدش عملها قبل كده، كانت مخاطرة مني ان انا اعملها، بس لما نجحت معايا قلت لازم اعرفها لكم. طبعا الظروف لما البني ادم بيتحط تحت ظرف شديد او ظروف صعبة بيضطر يفكر، بيضطر يبتكر، بالذات الشخص اللي متعود على الشغل ومش بيعرف يقعد من غير شغل، او متعود على التربية ومش عارف يقعد من غير تربية. زي ما انتوا فاكرين، افكركم كده على السريع، انا كنت مأجرة شقة وبيت وبربي فيهم، وبعدين حصلت ظروف وسبت البيت وسبت الشقة، واضطريت ان انا اصفي حاجتي كلها واجيب البطارية اللي انتوا شايفينها دي عندي في البيت في اوضة عيالي، وفضيت الاوضة خالص عشان محدش ينام فيها، وطبعا مهتمية بالنظافة ومهتمية بكل حاجة وخليتها. يعني لو نرجع كده نشوف ادي البطارية اللي فوق دول فرختين بلدي بيبيضوا، طبعا ما شاء الله من كمية الفراخ اللي كانت عندي، الله المستعان، ربنا يعوض ان شاء الله ونعوض كل ده. ادي البطارية، ده دور فراخ واحد اهو، وتحت فاضي، وادي النظافة اهي ما شاء الله، احنا كل يوم بننضف ونكنس ونمسح. الأوضة فاضية زي ما انتوا شايفين اهي اهو، بصوا مفيش لا حاطة سرير ولا حاطة حاجة، هو دولاب وحاجات بس. خلاص خدتوا جولة في الأوضة، أقول لكم بقى على الفكرة سريعا. طبعا أنا لما جبت هنا دورة فراخ كان بدأ يبقى ليها ريحة، كنت جايبة 55 فرخة، فطبعا زوجي اتضايق، يعني قال لي لا أجري بره، فأنا مش لاقية المكان إن أنا أجر بره. فالدورة بتاعتي لما خلصت بقى منها 8 فرخات، هم اللي قدامكم دول مثلا كده، اعتبروا ان هم اللي قدامكم دول. فكان طبعا ال 55 فرخة كان يعني هنا 25 هنا 25، كان كتير برضو، وكان مثلا السبلة بتاعتهم بتعمل ريحة، وكنا بنجهد انا وعيالي ان احنا كل شوية في النظافة وكده. وانا مش عايزه كلام بقى من جوزي، يعني انا عايزه الدنيا تمشي، ومش عايزه كلام ان هو يقول لي بقى ايه، لا الكميه كبيره، لا بتعمل صوت، لا الريحه، لا الجيران، وهو عنده حق طبعا. طيب فكرت في ايه؟ انا لما قعدت دوره عندي في اخر الدوره بتاعتي ال 55 فرخه، بقى 8 فرخات كده كانوا الصغيرين خالص، وعلفتهم وما شاء الله الفرخه وصلت معايا لحد 3 كيلو. فعلى فكرة في فترة قليلة مش كبيرة، يعني ممكن 15 يوم زيادة عن الدورة الفرخة كانت عندي يعتبر سردة، مش حاجة، وسبتهم وأصريت إن أنا أكمل معاهم، والحمد لله وصلوا ل3 كيلو. فجات لي فكرة، قلت طب أنا ليه، أنا جنبي محل فراخ بتعامل معاه، بجيب لو أنا محتاجة مثلا وراك، لو أنا محتاجة حاجة، بس طبعا عمرها ما هتكون زي تربية البيت. فأنا قلت طب أنا ليه ما اجيبش من بتاع الفراخ ده فرخه كيلو ونص، الفراخ اجيبها وزن كيلو ونص واجيبها صاحيه، واكمل تربيتها انا عندي في البيت بالفيتامينات بتاعتي وبالحاجه بتاعتي اللي انا بحطها وبالاهتمام بتاعي وبالعلف بتاعي. انا معرفش هما بيدوهم ايه في المزرعه، يعني لان طبعا في فرق كبير جدا ما بين تربيه المزارع وتربيه البيت، واللي مجرب تربيه البيت عارف. وفعلا يا جماعه جربت الفرختين وجبتهم من يومين بالظبط، يعني بصوا علمتهم حتى، يعني دول نضاف بتوعي، بصوا علمتهم على راسهم بلون احمر بلون اسود اهي، اللي ماشيه دي واللي قاعده بتاكل دي. طبعا لما حد عرف فلا خدي بالك ممكن يجوا عيانين، وده طبعا ممكن يجي في ذهن اي حد بيربي ان هم ممكن يكونوا جايين عيانين من المزرعه، جايين تعبانين حاملين لمرض معين. بس يا جماعة اللي بيهتم بالفراخ بشكل معين صدقوني ان شاء الله باذنك يا رب مفيش اي مرض هيأثر، وانت يعني مفيش حاجة ان شاء الله هتعوق التربية، يعني او ان هي تاخدهم يعني. فاحنا بنتوكل على الله وبتروح تشتري الفرخه. طبعا انت شايف الفرخه وانت عند الفرارجي كيلو ونص كيلو وربع، شايفها واقفه على رجليها، شايفها سليمه، يعني حلوه بتلمع، مش ريشها نظيف، مش اللي هي مكسحه، مش اللي هي خلاص جايبه اخرها، بتبقى كيلو ونص. انا جبتها وانا بمشي على برنامج معين، انا طبعا اول ما جبتهم حطيت لهم مضاد حيوي، يعني انا حطيت وانتوا لو متابعيني عارفين ان افضل مضاد حيوي ليا انا بستعمله هو الفلوموكس، فلوموكس 250 او فلوموكس 500، وسعر الشريط من ده 7 جنيه، وسعر الشريط من ال 500 25 جنيه، مش فلوس قصاد ان هي لو حاجه عندي اسهال بتروح جدا ما بيحصلش حاجه، لو حاجه تعبانه ما شاء الله يوم التاني بتلاقي الفرخه، بصوا ما شاء الله قدامكم عامله ازاي، صلاه النبي. الفراخ اللي قصادكم دي يا جماعه 2 كيلو 600 و2 كيلو 700، وانا مسايباها لحد برضو ما هجيبها 300 3 كيلو. وانتوا عارفين في الاواخر كده معدل تحويل الفرخه بيزيد بسرعه، يعني انا لو جبت الفرخه كيلو ونص يا دوبك عندي مثلا اقول لكم ايه معدل تحويل الفرخه في الايام الاخيره دي، بيبقى في اليوم حوالي 90 جرام 100 جرام على حسب اهتمامك واكلهم.
فلو انت جبت الفرخه كيلو ونص هتقعد معاك 10-15 يوم بالكتير، وهتتحول معاك ل2.5، وكمل تاني يعني طول معاك، خليها مثلا 15 يوم كده بالظبط، الفرخه هتوصل معاك ل3 كيلو. انت بتتكلمي ازاي؟ يعني هتزيد، والله العظيم هتزيد، وقدامكم خير دليل. انا جبت الفرختين اللي قلت لكم عليهم دول، كانت الفرخه كيلو 900، والله العظيم اهتميت وحطيت المضاد الحيوي وظبطتهم وحطيت الاكل. تاني يوم بالليل انا وزنت لقيت الفرخه 2 كيلو و100، يعني زادت معايا 200 جرام، لان هي انا دفتها، انا ظبطتها، انا حطيت لها الحاجات اللي هتظبط جسمها، وبعدين تبدا تاكل علف صافي زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطوا حلف نامي، نامي او ناهي اللي انتوا عايزينه، وعدد قليل زي ما انتم شايفين كده، واهتمام ونظافة ومية نظيفة. السبلة تحت على طول بننضفها، الادراج على طول بننضفها، الريحة كويسة، مفيش اي قلق بالنسبة للفرخة انها تمشي في وشها، هتمشي في وشها في موضوع الوزن. طب الموضوع ده هيتكلف قد ايه؟ كل كيلو من الفراخ دي هيحول لحم هيكسبك 50 جنيه. ازاي الكلام ده؟ الفرخة عشان تحول كيلو لحم بتحتاج 750 جرام، كيلو 750 جرام من العلف. كيلو 750 جرام من العلف، والكيلو دلوقتي في الشكارة ب22.5 أو ب22، يعني حضرتك هتتكلف حوالي في الكيلو 750 جرام حوالي 40 جنيه علف. ال40 جنيه علف دول هيجولك قصادهم كيلو اللحم دلوقتي ب90 جنيه وب95 جنيه، يعني حضرتك هتكسب في الكيلو 50 جنيه، ولا بقى تشيل هم تحضين، ولا تشيل هم امراض في اول الدوره، ولا تشيل هم اي حاجه. انت بتجيبي الفرخه جاهزه مجهزه كيلو ونص من الفرارجي وبتحطيها عندك. الكلام ده يمشي مع التجار؟ لا اكيد مش هيمشي مع التجار. طب انت بتقولي الكلام ده لمين؟ بقول الكلام ده لصاحبه البيت، لواحده بتسترزق زي حالاتي، خلاص قفلت شغلها ومضطره ان هي تجيب 10 فرخات في 10 فرخات. يعني انا مثلا جبت 10 فرخات، ال10 فرخات بدأوا عندي يوصلوا ل3 الا ربع. في نفس الوقت ده بروح جايبه تاني الفرخه كيلو ونص، تحطها مثلا في دور زي ده فاضي، وعلى ما اذبح دول واطلعهم يكونوا التانيين فاروا وجابوا 3 كيلو، وهكذا، وامشي الدوره بتاعتي هكذا. الدوره بتاعتك مش هتقعد 15 يوم على بعض، 15 يوم على بعض والفرخه هتوصل 3 كيلو، وبكده بسم الله ما شاء الله طعمها هيغير. يعني انت جايباها من المزرعه، طبعا فرخه طعم المزارع كيلو ونص، لما تقعديها عندك وتوصل 3 كيلو لحمها لحمها هيغير، طعمها هيغير، جودتها هتبقى احلى. يعني ما شاء الله هتبقى تربيه بيتي، وفي نفس الوقت مكسب سريع جدا. دوره 15 يوم هتوصل لك الفرخه ل 3 كيلو، يعني ما شاء الله. طب هتستعملي لهم ايه؟ التحصينات اللي انا بحطها مش، بصوا كلها ما شاء الله، الحاجه الوحيده اللي بحطها يعتبر ادويه هو المضاد الحيوي الفيلوموكس ال500 في سقايه 4 لتر بالمنظر ده، ويوم احط خل، يوم احط عسل اسود، يوم احط سيلينيوم، يوم احط املاح معدنيه، وهكذا وبس. ما بحطش اي حاجه تاني قسما بالله. الفرخه اللي انتوا شايفينها دي داخله في 3 كيلو اهي، اقسم بالله ما خدت اي حاجه غير اللي انا قلتها لكم ده. وحتى انا كنت مشغوله في الدوره دي، ما عملتش خلطات زياده الوزن، ما شاء الله الفراخ فارت معايا بسرعه، وما فيش حاجه ماتت. اللي مات في اول الدوره خالص 5 فرخات، لكن بعد كده وكنت انا ناسيه من كتر ما انا مشغوله ونقلت وكنت زعلانه وكده، كنت ناسيه البرنامج اللي انا ماشيه عليه. لكن خلاص البرنامج انا ماشيه عليه الدوره كلها بالحاجات المعينه اللي بقول لكم عليها دي. اعملوا كده واكسبوا دورة في 15 يوم، الفرخة توصل معاكم ل3 كيلو، والله المستعان، ومكسب في الكيلو 50 جنيه، يا بلاش والله العظيم. فكرة جميلة، نفذوها، كل ست بيت تنفذها. كل واحدة عايزة تعمل مشروع صغير على قدها تجيب 10 فرخات في 10 فرخات وتعملهم، أو تجيب حاجة لبيتها وتعملها، هتاكل طعم جميل جدا وهيفوروا معاها وهيبقوا زي الفل. جربوا كده وشاركوني آرائكم، وأنا برضو خلاص يعني اعتمدت الموضوع ده، وإن شاء الله بكرة أو بعده هنزل فراخ تاني كيلو ونص، ولما أنزلها هصورها لكم وأوريها لكم. مشروع جديد ومشروع جميل، اعملوه وربنا يا رب يحسن ما بين إيدينا وإيديكم، ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. وما تنسوناش في صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.